التشييد بطريق صفرو. الحمله ديال تحرير الملك العمومي متواصله واستنفار امني كبير هنا، والجراف تهدم كل ما هو غير قانوني بطبيعه الحال. اذا كما كتشوفوا الحاله متواصله واستنفار امني كبير، هدم كل ما هو غير قانوني، كل ما هو مخالف للقانون واللي كيحتل الملك العمومي فكيتم الهدم له. كما جرى البارح في شارع الموحدين، في شارع يعني الواد فاس، مجموعه من الشوارع على مستوى مقاطعه اكدال الان، وكذلك مقاطعه مريني الان، على مستوى مقاطعه سايس. الحمله انطلقت هنا من طريق صفرو بطبيعه الحال، والعمل متواصل من اجل تحرير الملك العمومي. فاذا السلطات المحليه تحت اشراف السيد القائد، السيد قائد السي العالمي، السيد قائد كذلك قائد ديال الظهور السي العالمي، والسيد القائد الجديد ديال البساتين والسيد باشا، وكل السلطات هنا، رجال اعوان السلطه، القوات العموميه، القوات المساعده، الامن الوطني، فالكل هنا في حاله استنفار قصوى من اجل تحرير الملك العمومي. كتشوفوا ما غيعقلوا على حتى واحد مخالف للقانون، فاكيد غيتم تحرير كل الملك العمومي. حمله اللي كيقودها السيد الوالي الجديد معاذ الجمعي، اللي عطى التعليمات ديالو الصارمه من اجل تحرير جميع الشوارع ديال مدينه فاس، اعاده الهبه، اعاده الكاريزما، اعاده يعني الجماليه للشوارع اللي كانت محتله من عند تجار، محتله من عند مواطنين ما كيحترموش القوانين الجاري بها العمل. فاذا وسط استحسان ديال الساكنه، الكل عاجبو الحال، الكل كيشيد بالمجهودات الجباره، كلشي باغي هذه الحمله تشمل باقي الاحياء في انتظار انها تعمم على باقي الاحياء. نعم، الكل كينتظر. انا قلت البارح السلطات المحليه على مستوى كل المقاطعات، كل الدوائر، خاص تكثيف المجهودات. راه مازال كاين عمل في بنسوده، في زواغه، في تهادي، في حي الوفاء، في هاد جميع الاحياء غيشملها الحمله ديال تحرير الملك العمومي. فاذا الهدم متواصل في هذه الاثناء. نحاولوا نقربوكم، حنا كنتواجدوا هنا على مستوى شارع طريق صفرو، شارع مولاي رشيد. شاهدوا معنا شحال ديال السيارات ديال القوات المساعده، حاله ديال استنفار كبيره هنا. الشارع كامل غيتم تحرير الملك العمومي فيه. اذا القائد السي العالمي بطبيعه الحال من بين القياد يعني المعروف هنا، اللي كيتشهد ليه صراحه. فاذا تحت اشراف السيد قائد السي العالمي، وكذلك القائد ديال الظهور والقائد ديال البساتين. اذا كل من هو مخالف للقانون غيتم بطبيعه الحال غيتم الهدم ليه. لا فرق بين غني وفقير في القانون، القانون كيطبق على الجميع. فاذا كما كتشوفوا بطبيعه الحال العمليه متواصله، والكل يسارع الزمن من اجل انه يحرر الملك العمومي. استنفار ديال السلطات غير مسبوق،
نقاش اكيد ديال السيد القائد مع التجار كما كتشوفوا، والسيد الباشا. والقانون راه فوق الجميع، القانون كيطبق على الجميع، سواء كنت مسؤول، سواء كنت منتخب، سواء كنت اللي بغيتي تكون، راه القانون غينطبق عليك. كتشوفوا القائد العالمي في نقاش مع احد المواطنين، اكيد كتشوفوا معنا نقاش. الكل كيحاول يعني يفهم بان هادشي راه غير قانوني، راه الرخص اللي كتقطع راه ما كيكونش فيها واحد المسافه ديال ان ربما الناس كيمشي يقطع الرخصه وكيخرج بواحد المسافه، فهنا فين كاين الاشكال الحقيقي. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد.